بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اخوات حبايبي، صباح الورد عليكم، صباح الياسمين عليكم. ان شاء الله عندي روتين النهارده. هننضف قدام باب الشقة، هنعمل منبار. نتمنى ان شاء الله كده نحفزك اذا بحاجة بسيطة حتى. فالروتين ده كمروة بنحب الروتينات اللي زي كده، اللي هي فيها تنظيف الكلام ده، عشان العين تحب النظافة. دايما تخلي عينك جاية على النظافة، نفسيا هتبقى مرتاحة. الله على الجمال. عارفة انت اللي في البيت ايه؟ عارفة البيت اللي بيبقى بنور باصحابه؟ انت خلي بيتك كده دايما يبقى منور بيك، عشان انت ست البيت. لازم تكون في حاجات حلوة كده ليكي لمسة في بيتك بمعنى اصح يعني. دخلت كده زي ما انتم شايفين باب الشقة عندي، خدته كده يعني ايه، خدت باب الشقة، خدت السلالم. بصوا، عندي باب الشقة عشان في الدور الاخراني، فبتلاقي التراب على طول، فدايما ايدي بتبقى فيه. يعني دايما بناخد السطح معايا، ده السلالم بتاعت السطح بناخدها برضو كده معايا، هناخدها تنظيف، هناخدها برضو تسليج. عارفة انت في بيتك لازم تكون ليكي لمسة حلوة كده، دايما في نظافة. الست دي نظيفة في حياتك، في كل حد يعرفك هيشهد لك بالنظافة بتاعتك حقيقي. العين بتحب الحاجة الحلوة. شوفي انت ما بكون يعني مثلا لاقيه واحدة لابسة حاجة كويسة، عينيك هتروح بقى عليها بغصب عنك. صح كده؟ فعلا ده صح. لكن انت لما تكوني مثلا قاعده في مكان تلاقي حواليك حاجه، شيليها. ايدك في مواعينك على طول، ايدك في شقتك على طول، هتلاقيها بتبقى اللهم بارك يا رب حاجه بتبقى زي العسل. هتبقى قاعده في راحه نفسيه، هتلاقي مكانك. اقلبي من المكان اللي انت قاعده فيه زي الجامع بالظبط. شغلي قران، افتحي الصبح الشبابيك، خدي الطاقه الايجابيه. عارفين انتوا ده كله عشان كنت مسافره عند والدتي وجيت. الدور الاخراني بيبقى كده، الدور الاول والدور الاخير على طول بيبقى العفر ده بيبقى من السطح. فتلاقي دايما اللي متسخ على طول الدور الاولاني والدور الاخراني، بس ايدي على طول فيه، يعني ايدي على طول في الشقه بره جوه. كمروه بنحب كده نبقى الله، لا في روجان قاعده فيه، في حاجه نظيفه قاعده فيه. ما بنحبش كركبه، ما بنحبش كده. عارفين انتوا نزهق والله العظيم فعلا. لو لقيت حاجه كده قاعده فيها حواليا يعني حاجات كتير كده، لا نزهق. فراخرة وتلاقي الشقة عندي مفضياها في كل حاجة كده، تلاقوني يعني ايه، موسعة، مغيرة من مكان لمكان كده. كنت خلصت بقى قدام باب الشقة، ما خدش معايا اي وقت خالص. بصوا 10 دقايق كنت مخلصة ان شاء الله. بس على الصيف باذن الله يا رب هنشوف حاجة للبلاط ذاته. يعني هو البلاط مش عاجبني برضو، بس ده عشان السيراميك بينضف بسرعة. البلاط ده هو كويس بس عشان هو يعني قديم، فتلاقوه بصعب ان هو ينضف. ففي حاجات ما كنت عند امي لقيتها بتجيبها، يعني مش اللي هو الفلاش، لا حاجات تانية كده بتبقى ايه، حاجات زي الخام برضو. فقلت ان شاء الله كده بس الصيف، عشان الصيف نتشجع اكتر. لكن الشتاء زي ما انتوا عارفين بتبقى ايه، كسل شوية. فالصيف بقى بيبقى الواحد بيختل، بيعمل اللي عايزه كله كده. كنت خلصت دخلت بقى على المطبخ. طريقة الممبار دي سهلة وطعم روعة. معايا كده بصلاية، تمام، حطيتها كده تتحمر. يعني ايه، بصوا، ما بنحبش نحط التوم في الممبار عشان بيديله يعني ريحة كده غريبة شوية. جبت كزبرة، جبت شبت، جبت بقدونس، التلاتة مع بعض. ساعة ما بنقول محشي بيبقى التلاتة مع بعض، كزبرة على بقدونس على يعني بصوا تشكيلة بمعنى أصح، عشان تبقى ريحة المحشي تبقى حلوة عامة. في الكرنب بقى ماشي، في ورق العنب ماشي، في الممبار ماشي، ده كله بيبقى كويس يعني. خليت البصلة محمرت خالص. بنجيب البصل الأحمر، لما منلاقيش الأحمر بنجيب الأبيض، بس الأحمر بيدي طعم حلو في الأكل. نزلت كده بقى ايه، بعصير طماطم. هنسيبها بقى لحد ما ايه، لحد ما خلاص تبقى تغذية حلوة كده يعني. كيلو ونص ممبار، حطيت عليهم برضو يجي كيلو طماطم او كيلو، يعني بتاع كيلو بالنظرة يعني كده. بس بتبقى طماطم حمرا وما منصفهاش. الطماطم ما منصفهاش كمروة، وما منصفهاش. دخلت بقى ايه، جبت الرز غسلته. هنحط بقى فلفل، كيس رز، يعني كيلو ونص ممبار حطيت عليه كيس رز، تمام كده. كانت هنا بقى التغذية عين، نزلت عليها بالخضرة. بصوا الطماطم حمرا حلوة ازاي. وفيها برضو لما تيجي تعملي طماطم او حاجة زي كده عندك بنجر، حطي البنجر مفيد جدا. بص حتة صغيرة هتدي لون، بس هتديك الاكل ده طعم وهتدي لون، وفي نفس الوقت البنجر مفيد جدا جدا جدا.
فقلت ان شاء الله بقى ما ننزل نتسوق نبقى نجيب بنجر لان انا ما عنديش مخلصه، فقلت ما ننزل ان شاء الله نجيب. بس الطماطم كانت حمرا، يعني ما بنقول محشي مخلي الطماطم تبقى حمرا خالص. حطيت ملح فلفل كمون، حطيت كزبره. ما بنحطش بهارات، يعني ما نكترش من نوعيه، ما بنحطش بهارات خالص الا للفراخ، يعني بعد الاكل، لان البهارات فعلا مضره. ما كنتش عارفه المعلومه دي الا لما كشفت، وكنت الدكتور قال لي خلي بالك ما تحطيش بهارات في الاكل، فعرفت ان البهارات مضره. سبحان الله، يعني اول مره كنت نعرف المعلومه دي. فنخليها بس للفراخ وخلاص على كده. الاكل العادي مكعب الدجاج كويس، مش مضر ولا حاجه. فانت بقى يبقى لك برضو لمسات، يعني ورق لورا، حبهان، الحاجات دي برضو في الشوربه بتبقى حلوه. بصوا بقى، صلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انا هنا معايا الممبار، غسلته بملح وبخل وبليمون، تمام كده. بصوا، هو الصبع الممبار ما تبقيش ملياه، يعني بصوا انا مفضياه ازاي، حبه صغيرين عشان ما يبقاش، عارفه انت هو ايه، مش طيب. وفي نفس الوقت لو ملتيه، اذا ملتيه مش هيبقى طيب. وفي نفس الوقت كده بصي هتلاقيه فك منك، يعني مش هيبقى ممبار خالص. فلازم صبع الممبار تخففي منه. بص الصبع عامل معايا ازاي، يعتبر حتى حبة رز صغيرين موسعاه، يعني مش اللي هو ملياه على اخره، لا ده اكنه مفهوش اصلا. الرز بينفش وبيبقى مساوي بعضه، بس بيبقى طعمه والله عسل. عارفين انتوا الحمام بيبقى طعمه زي الحمام. كده كان معاك كيلو ونص ممبار، بس غسلهم بقى غسله حلوه. ساعه ما تقولوا ممبار، انت بره بتجيبيه ساعات منضف، بس لا انت ما تنضفيه في البيت احسن. ليه طيب؟ عشان بره بيشيل الجلده الاساسيه بتاعته، لكن انت في البيت اول ما تحطيه في خل وملح وليمون وتنضفي، بص بيبقى حلو معاكي، متين معاكي وحلو. لكن جربت قبل كده لما كنت عند امي، جبناه بصوا مفتح من الجنب وبيشيلك الطبقة اصلا اللي هي الاساسية كده. هو يعني عملت معاكم كام صبع، مش هنمليه خالص عشان من اساس الممبار يبقى ناجح معاكي، ما تمليش الصبع، لازم تخففيه. يعني بصوا اللي هو مش مليان خالص، تحس ان انت مش حاطه فيه اصلا حاجه. هنوريك الوقت هيبقى عامل ازاي، والله طعمه زي العسل. هي اكله يعني بصي، انت بقى بشطارتك هتحطي معاها ايه، هتظبطي معاها ايه، انت بقى وشطارتك في بيتك. كده بقى غليت الميه، ولا حاطه بصل ولا حاطه اي حاجه. هو دلوقتي هيدي شوربه دسمه. لا اذا حطيت بصل وحطيت طماطم وحطيت فلفل والكلام ده، هيبقى الدسمه بتاعته اكتر. لكن هو كده يعني اساس الممبار بيبقى فيه دهون، فبتسيح بقى، بتديكي دسمه دلوقتي. يعني عايزه اقول لكم الشوربه ديت اكن بعد ما خلصت كانت دسمه جدا. فعشان كده ما بنحطش ولا طماطم ولا اي حاجه خالص. طب ملح، لا هو بيبقى مملح مع نفسه كده، عشان برضه حطيت ملح هيملح منك وهيديكي شوربه دسمه. يعني يا دوبك بس نزلتي بيه، بصوا عمل معايا شوربه ازاي. انت بقى لو حطيتي بصل، حطيتي طماطم، حطيتي يعني عملتيه زي الشوربه، هتلاقيه دسم معاكي جدا، ومش هيبقى بصي هيبقى تقيل خالص. فانت بقى حاولي خفيفه على قد ما تقدري في الدهون عامه. يعني اعتبري اكله كل اسبوع مثلا، بس برضه ما تكتريش منه عشان هو بيبقى دهون، والدهون بتتعب. كده كنت خلصت بقى، هنسيبه بقى ما يغلب براحته، بس لازم تخليه يبقى طيب وحلو كده، يعني بنظرة عينك انت. بصوا بقى بعد ما خلصت طلعته حمرته، والله كان طعمه زي الحمام وطعمه روعة. كده كنت خلصت، طلعت طبق على جدي. العيال بتبقى في الحصص وهنا بينزلوا تحت، بيبقوا هنا وهنا، بس يعني بنعمل على جدي وما بيرجعوا برضو نعملهم تاني. وانا مش هناكل كل ده، بس يعني ايه عشان برضو نوريكم يعمل ازاي. والله طعمه تحفة ومجرمش وزي الحمام كده وعسل، مش ناشف، لا هو حلو، حلو طري ومجرمش، يعني الاتنين مع بعض كده مخلينه طعمه حلو خالص. وده كان فيديو النهارده. لكل اخت دخلت قناه جديد، اهلا وسهلا بيك على راسي. يا اخواتي عايزه منكم الدعم الحلو بتاعكم، اللايك، الكومنت، كتر الف خيرك شاهدتي لي الفيديو، شيرتي، شاهدتي لي الاعلانات. ربنا يخليكم لي يا رب، وديم المحبه والمعروف بينا يا رب، اللهم امين. وده كان فيديو النهارده. عايزه بقى لايكاتكم الحلوه، كومنتاتكم الحلوه، اثبتي وجودك معايا في القناه. ربنا يسعد روحكم ويسعد قلوبكم يا رب. ده كان فيديو النهارده، نسيبكم في رعايه الله. السلام عليكم.